في الفيديو ده اقول لك ازاي تعمل قفل لفلاشتك وتأمن بياناتك الشخصية على الكمبيوتر. اول حاجة هتحط الفلاشة بتاعتك في الكمبيوتر وهتلاقيها ظهرت هنا زي ما انت شايف. تضغط عليها كليك يمين وتروح عند تيرن اون بيت لوكر. ظهر لك الشاشة دي، تعمل علامة صح على يوز ا باسورد تو انلوك ذا درايف وتكتب الباسورد وتعيده تاني. تضغط نيكست. في حالة انك نسيت الباسورد عندك 3 اختيارات: اما انت تحفظها في المايكروسوفت اكونت او تحفظها في ملف او تطبعها. وعلى سبيل المثال هنختار الملف. تختار المكان مثلا ديسكتوب، بعدها نيكست 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 تاني، بعدها تعمل ستارت. هتظهر لك الشاشة دي وهتستنى لغاية ما تخلص. تضغط كلوز، وعشان نشوف القفل شغال ولا لا هتشيل الفلاشة وتحطها تاني. زي ما انت شايف لو جيت تفتحها تكتب الباسورد زي ما انت شايف اتفتح. نشيلها ونحطها تاني. دلوقتي لو انت نسيت الباسورد هتروح عند مور اوبشن، وهنا هتكتب ريكفري كي، تضغط انلوك. زي ما انت شايف اتفتحت. ودلوقتي لو انت عايز تشيل القفل من عليها تضغط كليك يمين مانج بيت لوكر وتنزل تحت عند تيرن اوف بيت لوكر. تيرن اوف بيت لوكر، تضغط كلوز. وبكده نكون خلصنا. لو استفدت متنساش اللايك والاشتراك، ولو حابب تخلي شريط المهام في النص شوف الفيديو اللي طالع لك دلوقتي. وبس، سلام.